السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم سلطة الكولسلو، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا ان شاء الله. هنجيب نص كرنب اللي هو بتاع السلطة، هنبشره بالمبشرة العادية. لو عندك محضرة الطعام ممكن تبشريه فيها يعني. تمام. وهنبشر على نص الكرنباية المتوسطة جزراية، برضو متوسطة، ولا كبيرة ولا صغيرة خالص. بس هنا بنعتمد ان الاكتر بيبقى طبعا الكرنب، مش الجزر. برضو الجزر مبشور. تمام. طبعا انت مهما عملتي كمية منها هي بتخلص بسرعة البرق. هنا نزلنا بربع كوباية لبن حليب. تمام. ونزلنا بكوباية زبادي، ممكن بسكر وممكن سادة عادي. امشي بنفس الخطوات هتاكلي احلى سلطة كول سلو كلتيها في حياتك والله بجد. هننزل بقى بالمايونيز، ربع كوباية كده. تمام. تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت الحلو اللي زيك. هننزل بثلاث معالق كبار خل ابيض. انا هنا اتاخرت عشان كنت بجيبه، معلش، من التلاجة. بس كده زي ما انتم شايفين 3 معالق كبار. وممكن نرش رشة ملح وممكن لا عادي. وهنحط 3 4 معالق كبار سكر. طبعا انتي بتدوقي في الوقت ده وبتشوفي يعني إيه المفضل ليكي. ممكن تبقى سكر اقل، بس انا دي المقادير المظبوطه اللي هتطلع لك سلطه الكول سلو ممتازه وما فيهاش ولا غلطه. طبعا ممكن نرش رشه الملح زي ما قلت لك، وممكن نستغنى عنها، بس هي بتعادل الطعم يعني. تمام. نقلبها بقى تقليبه كويس جدا جدا جدا، ويفضل ان السلطه دي تقعد من 4 ساعات لليله كامله عادي في التلاجة. كل ما بتقعد اكتر كل ما بتبقى احلى. زي ما قلت لك السلطه دي مهما عملتي منها كميات هي فعلا فعلا يعني بتخلص بسرعه البرق، هتعجبك جدا. جنب اي حاجه مقليه هي شغاله ومش هتبطلي تعمليها ان شاء الله. انا يا جماعه شايفاكم يعني بتشوفوا الفيديوهات بتاعتي كويس جدا جدا جدا. بس بجد يعني الناس بتشاهد من غير ما تحط لايك. لو سمحتوا حطوا لايك واشتركوا في القناه ودعموني كده وشجعوني، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.